اقتصادي. هل تعلم أنه لا يجوز اللجوء للدفاع الشرعي عن النفس أو المال إلا إذا كان العدوان مستمر الحدوث أو على وشك البدء؟ أما إذا انتهى العدوان فإنه لا يجوز التصدي له، وإلا كان ذلك نوعا من الانتقام الممنوع قانونا والمعاقب عليه. هل تعلم أن السكران باختياره يتحمل المسؤولية الجنائية عن كافة الجرائم التي يرتكبها أثناء سكره، بينما تنتفي المسؤولية الجنائية تجاه السكران سكرا إجباريا نتيجة لجهل أو لقهر؟ هل تعلم أن القضاء المصري بدأ في الأخذ بمذهب الإمام أبو حنيفة منذ أواخر القرن ال19 حينما صدر بذلك فرما من الدولة العثمانية إلى محمد علي باشا؟ هل تعلم أنه صدر أول قانون لتنظيم أحكام الأسرة في مصر عام 1920 تحت مسمى قانون الأحوال الشخصية؟ هل تعلم أنه بدء إنشاء محاكم الأسرة في مصر وهي المختصة بدعاوى الزواج والطلاق وحقوق الأبناء وغيرها عام